السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الحاج أبو عمر. تكملة الفيديو اللي فات. احنا ما قلناش توقعاتنا وما قلناش اللي هيجيب الاجوان وما قلناش القوالة دي. الشحات هيعمل اسيست يا يجيب جون. دي توقعاتي، انا راجل اهلاوي بقالي بتاع، انا عندي 56 سنة، فانا بقول اهو الشحات هيعمل اسيست او يجيب جون. الاهلي هيجيب جون عموما يعني عشان يقفل ونوصل لدور الأربعة إن شاء الله. وأيا كان، أيا كان ترجي سان داونز أيا كان، قادر، الأهلي قادر على العودة بالكاس إن شاء الله. دي أملنا في النادي الأهلي، وعارفين النادي الأهلي وإيه هو النادي الأهلي. بيبان إمتى؟ بيبان وقت الشدة، بيعمل كل حاجة. فأتمنى إن شاء الله مباراة قوية جدا وتستمتعوا بيها، هتبقى ماتش جميل. هيبقى ماتش جميل، بس عيبه ان هو الساعة 10 بالليل، الناس هتبقى سهرانة شوية. على العموم اتمنى مباراة قوية جدا للنادي الاهلي، ونطلع بجون، وان شاء الله ما تبقاش هزيمة، يبقى تعادل او فوز للنادي الاهلي ان شاء الله. قادر ان شاء الله، الاهلي قادر على هذا. اتمنى لكم مشاهدة سعيدة ومباراة قوية جدا جدا جدا. انا اتوقعها مباراة قوية جدا بين الاهلي والرجاء، والرجاء الاهلي يكسب. الرجاء الاهلي يكسب والرجاء. نتقابل بعد الماتش وتشوفوا توقعاتنا مظبوطة ولا لأ كأهلاوي. وإن شاء الله نتقابل بعد الماتش، ونتقابل يوم 5/5. فاكرين؟ 5/5 نتقابل يوم 5/5. والحدق يفهم. والسلام عليكم ورحمة الله.